الوضعيه هذه نعيشها دابا. كنتمنى للناس، كنتمناهم ما يتخلطوش من هاد الوجهات اللي يشوفوها بزاف المرات في الصحافه، ولكن راه الصحافه فوق راسنا. تحياتي للمناضلين، تحياتي للشباب المزاولين، تحيه لكل واحد تيجي على الحقوق ديالو كما بغات تكون النوع ديالو. اليوم غادي نتكلم على حاجه اللي خصها يفهموها الناس كاملين. حنا الحمد لله عام ونص هادي حنا كنجيو على الحقوق ديالنا، ولكن اليوم بانت واحد بصيص من الامل. شنو هو هذا البصيص من الامل؟ هما الناس اللي كان عليهم يوقفوا شحال هادي يفكوا هذا المشكل، الحمد لله بغاو يبداو يتحركوا شويه وخرجوا بواحد البلاغ. هذاك البلاغ انا تنقول الراي العام كامل تيسمع. بالنسبه لنا حنا كمتقاعدين او مساويين، حنا ما نافعنا في والو. علاش؟ ما تنبخسش العمل ديال هذوك الناس اللي كتبوا وداروا وبركوا وتكلموا، ولكن حنا قال لك اللي قرصوا الحنك يخاف من الحبل. حنا ما نقولوا هاد الناس خدموا وداروا حتى يعطيونا شغلنا، هذا هو الاهم. مزيان تكلموا على الخانه ديال 105 تحيد تولي 106، مهمه بزاف. مزيان تكلموا على الامورات ديال الناس ديال الناشطين، مزيان، ولكن التطبيق حنا راه ما نباركوش المبادره حتى يكون التطبيق. المهم حنا اليوم الحاجه الوحيده اللي عندنا فيها الثقه هو البرميل. حنا غنبقاو في البرميل كناخذوا حقنا، من ناخذوا حقنا لنا كلام اخر. تحياتي لكم ومن القلب الى القلب.